مكة المكرمة حاج جزائري يدعى عمي صالح من منطقة الملية بولاية جيجل على تنفيذ محاولة انتحار استعراضية برمي نفسه من الطابق 12 من فندق جوهرة الفردوس المتواجد بمنطقة المسفلة على بعد أقل من كيلومتر شمال غرب الحرم المكي، وهذا احتجاجا منه على تدني ظروف الإيواء بالفندق وعدم أخذ انشغالاته بعين الاعتبار. الحاج رمى بنفسه من شرفة الجهة الخلفية للفندق وارتطم في سقطته بحديد شرفة الطابق 11 وبقي عالقا بينها وبين الكوابل الكهربائية التي كانت بقربها. بعض الحاجات اللواتي كانت شرفتهن مطلة مباشرة على الموقع قمنا بإبلاغ محارمهن بالأمر وتدخلوا وقاموا بانتشال الحاج من موقعه وأدخلوه للغرفة ثم أنزلوه إلى بهو الفندق. وهنا ثارت ثائرة الحجاج المقيمين في الفندق في وجه أعضاء بعثة الحج الجزائرية عند مشاهدتهم الحاج ممدودا على أريكة بهو الاستقبال ودماء تنزف من عدة أماكن من جسمه وعلامات الكسور بادية على رجليه. وجدير بالذكر أن بعض أفراد بعثة الحج حاولوا تهدئة أنفس الحجاج الثائرين، وهذا بالقول بأن الحاج يعاني من مرض عقلي. الزميل حسن زيزي تنقل لعين المكان ونقل الصور والتصريحات التالية. المسؤول تاع البعثة يوالم يجينا لهنا ونفهموه كما يلزم، يشوف واش صاير هنا. الباركو صغير وهو معلق مكروشي، احنا قصنا روحنا في الباركو وما عرفنا لا يتحف فينا ولا ما يتحف فينا. جبدناه من البالكون كسرناه في لاشومبر. بعد غير بشويه عيطنا هنا ما جا حتى واحد. قال لي قلقوني رميت روحي. من بعد قال لك هذا مريض. اجمع اللي مريض يطلع الديزويت يطلع له مش عارف، واللي مريض يطلبوه من الجزائر قال لك مريض مونطال. احنا هنا حتى يجينا مسؤول، ما حبيناش نبهدلوا بالدوله تاعنا. احنا الجزائريين وعندنا الناس ما نبهدلوش روحتنا. انا هنايا حتى يجينا مسؤول 3 ايام ما نقدرش نرقد في السجن. انا هذا في السجن عندي 3 ايام، يا راني في الحرم يا راني في الكولوار. عجزر يطلعوا الويتيام على رجليهم ونعاونوهم بالكراسه. عيب هذا الشيء عيب، واللوطيل ما على بلاش بيه.